فيلمنا بيبدأ مع ملهوترا وده رجل أعمال كبير. بيقول إن لو وقع مني فلوس مش هوطش أجيبها، لأنه هو أصلا راجل مليونير، عنده يجي أكتر من 10 شركات، وبيتفق مع العمال بتاعه إن عاوز يعمل كوبري عشان يعدوا منه. طبعا بقى إيه، قال له بقى مين اللي بيمتلك الأرض عشان يدي الشجرة. قال له اللي معطلنا كل دوت ان عشان في شجرة عمرها 200 سنة فلازم يدوها عشان يبنوا الجسر. فايه، قال له مش هينفع اللي بيحكم الارض واحدة وعندها ولدين. الاول بيعلم الكونغ فو فن القتال، وبيقول له يعني انتوا خايفين منه. بيقول له لا، دي من امه بقى هي اللي بتسوع قفص الصراحه جامد. ابنها بيقول لها ايه دي بقى يا ماما، بيهديها. بعد كده بقى ايه، بيدخل قامت بتديله بالقلم ولف. وبعد كده بقى ايه، طبعا بيجي ابنها وبعد كده بيقول لها ما ينفعش كده، احنا كلنا اخوات. بتزعله وتقول له انت ولد يعني ضعيف جدا، وبتهزقه الصراحه يعني قدام الناس. بيقول له ابوك كان اقوى من المحاربين ونط ارتفاع 6 متر، متخيلين؟ بتقول له كان اسمه جات الطائر. وبعد كده بتقول له هات الايجار بقى. بيقول لها انا ابنك تاخدي مني ايجار؟ بعد كده بقى بننتقل لملهوترا اللي اتصدم من الكلام، طبعا مش مصدق. وبعد كده بيقترح عليه واحد من العمال انهم يكلموها. فطبعا ملهوترا بيوافق ورايحين بقى. طبعا راحوا ب10 عربيات تقريبا، وطبعا نزلوا. فبصراحة يعني برضو هو كمان بيتهزق. نزل من العربية بقى كوتشي الجديد بتاعه جايبه من سوق الجمعة اهو، صح؟ راح عند الشجرة عشان يبقى عاوز بقى يقطعها عشان يعمل الجسر ويعدوا. فطبعا صاحبة المنطقة يعني بتجيله وايه، بتقول له انت لو ما مشيتش من هنا هتديله بالقلم كده قدام الناس كلهم يعني وتهزقوا. ها يعني انتوا فاهميني صح؟ ماشي. وبعد كده بقى ايه، بيقول لها بيرد عليها يشتري الارض بملايين، لكن ما بترضاش. ابنها بيروح يقول لها ما كانش ينفع كده، كنا ناخد الفلوس ونهرب من المكان. بعد كده بيتصل براكا، وراكا بقى بيطلع بالفورمة الجديدة تقريبا، بيطلع وبيموت الناس عشان ملهوترا اتصل بيه عشان يقطع له الشجرة. بيضرب الناس يعني. وبعد كده ايه، بيموتهم كلهم خالص. وبعد كده بننتقل للأستاذ أمان وبيبقى قاعد عند الشجرة بيدعي، وفجأة بيجيله راكا عشان يقطع الشجرة، لكن أمان بيبقى موجود بيحاول يضرب فيه. الواد راكا ثابت زي الشجرة بالظبط، وأمان ما بقاش أمان خالص. والله ما بقاش أمان. بيحطه عند الشجرة، لكن لحسن الحظ بيحطه عند العلامة بتاعت الشجرة بيبقى بطل خارق. وبعد كده أخوه بيجي ويقول له دي واحدة. في الآخر لما بيلمسها بيبقى مايس يعني زيها يعني مؤاخذة، وبيروح يحسس على بتاع الشركة الأول. وبعد كده كان هيعمل معاه، وبعد كده هيجري وأخوه مش مصدق، أخوه عمال يطاير من الفرحة. وبعد كده قعد يجري لحد ما رجله بقت تعلم على الأرض واختفى منه. بيقول له ازاي ده كان ماشي على سرعة كبيرة. واخوه بيقول له انت كان ماشي على سرعة كبيرة جدا، اسرع من الطيارة. وامه مش بيصدقه. بيقول لها تعالي طيب عشان اوريك ان هو بقى خارق. بص يا جماعة الحتة دي. وبعد كده بيروح عشان يأكد لأمه، بيغزوا الجرح هيختفي. بصوا. وبعد كده بقى طبعا ايه، امه طبعا بتصدم. اخوه بقى بيمسك السكينة، كان هيشق شقة حلوة، بس هو بيصحى بيبقى بيزقه يعني ارتفاع برضو حلو. وامه بقى بتفرح، بيقعدوا يرقصوا بقى، بيطيروا من الفرحة بيرقصوا. ابني بقى خارق يا مساعد يا محسنية، ابني بقى خارق. وعاملين بقى يعتبر يعني يرقصوا. غزوا برضو هو نفسه الصدم من نفسه. وبعد كده بيقلع الفرنة، بيلاقوا العلامة يعني اللي هم يعني اللي بيعبدوها
على ظهره، فبيقعدوا يعملوا علامة الضوء بتاعتهم دي، معرفش هي ايه الصراحة، هبلة. وبعد كده بقى بيشتروا له بدلة حلوة كده شيك قمر. وبعد كده ايه، بعد ما بيخلص كل ده بيروح بقى ينقذ بقى الناس، بيخش عليهم الاول المكان، وبعد كده بيضرب افراد العصابة، بيمشي بقوة البرق يضربهم زي اكنهم كده واقفين تماثيل وهو بيمشي بقوة البرق، واخدين بالكم؟ بعد كده بننتقل لملهوترا لما ركا راح له بقى، لما طار عند مقلى الزبالة، وبعد كده اتشرى له بدلة وراح بقى يصارع امان بقى، يعتبر اسمه جات الطائر يعني. وبعد كده بقى ايه، بينزلوا بقى البحر، بيضربوا بعض في البحر. الصراحة انا مش مصدق، بيكدبوا قوي الناس دول. وبعد كده اللي اسمه امان بيفوز. وبعد كده بيجي ركا بقى بالفورمة الجديدة، بيكسر على الناس المكان، وبعد كده بيبقى اقوى. وامان يعني بيحاول قد ما يقدر يعني انه يواجهه، بس بعد كده بقى ركا برضو بيتغلب عليه، بس مش على امان برضو. ايه ده، تصدقوا بيتغلب عليه؟ وبعد كده بقى ايه، امان برضو بيفوق يا برضو. ايه ده مات. يلا بقى نكمل برضو. بعد كده بيجي ملهوترا وبيقول له شوف، ده اخرة اللي يبوظ خططي. بعد كده ركا بقى بيسحب كل الدخان اللي في المدينة بيزود التلوث في المدينة. وبعد كده بتروح ما بتلاقيش امان، في الاخر طلع اخوه هو اللي راح له تاني. وبعد كده امان طالع، بيصدموا ان امان مش موجود، بيتصدموا مين اللي هناك، بيطلع اخو امان اللي هو روهيت. وبعد كده بيمسك روهيت يسحب روحه ويحرقه. وبعد كده روهيت بيموت، فاخوه بقى بيجي يقول روهيت، وبعد كده طبعا بيحزن جدا وياخده عشان يدفنوه. وبعد ما دفنوه امان برضو مش سايب حقه، برضو عايز يوصل لراكا، برضو راح لراكا وخده وطلع يصارعوا بعض. بيوريه يقول لامه الاول، بيقولوا له يلا نمشي، بيوريهم ان اصوات الناس مش هتسيبه. وبعد كده بيروح ياخد الامامه بتاعت ابوه وبيقول له انا اسف. وبعد كده برضه بياخد الامامه وبيقول له، امه بتلبسها له او ما اعرفش هو اللي بيلبسها. والمهم يعني هو بيروح لراكا، والواد ما بيبقاش خايف منه عشان عارف ان جات الطائر معاه. بيقول له انت تعرف تضربني؟ راكا بيقول له انت تعرف تضربني؟ بيقول له اه انا اعرف اضربك. الواد الصراحه برضو لما راكا وطاله اداله بوكس طياره، بصوا بوكس حلو برضو. في الاخر الواد اتصدم، هو بقى قوي ولا ايه؟ في الاخر طلع جات الطائر وراه زي ما هو قال له. وبعد كده بيشكر جات الطائر وبيحضنه، وجات الطائر بقى بيبقى اقوى من الاول بعد وفاة اخوه. وبيروح بقى يصارع راكا ويعني ولسه برضه بيصارعه، وكسر بيه بلاط بلاط الشارع كله. فبعد كده بيغمى عليه، وامه بتحاول تقوي، لكن هو راكا كان هيضربها بس مسك ايده وكسر المنشار اللي في ايده. بعد كده طيره لفوق في الجو وخلاه بقى يطلع طبعا على ايه، بيشكر امه الاول، وبعد كده بيطلع على الفضاء عشان يروح يواجهه. وبعد كده ايه، بيطلع ياخد بس الحركة الاستراتيجية بتاعته ويطلع له. طلع بقى طلعه فوق لان التلوث في المدينة، لكن بقى في الفضاء مفيش تلوث. لكن في الاخر لما بعد ما خلص عليه قام تاني ليه، عشان البشر خلوا الحاجات الوحشة يعني اللي هي زي اللي بتضر الناس على الفضاء بيبقى اقوى. بس برضو جات الطائر بيتغلب عليه ويرجع المنطقة بتاعته بسلام وامان، والناس كلها بيفرحوا. بس فيلمنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم محمد.